مساء الخير. تعالي اقولك ازاي تعملي البتنجان المخلل بكل اسراره وتركاته. هقولك ازاي تعمليه مسلوق وقلب ابيض، وهنعمل الدقه وهقولك على اسرارها، وازاي تحفظيه البتنجان لاطول فتره ممكنه في التلاجة. وهنعمل بتنجان في منتهى الجمال، خطير بجد، تحفه تحفه من هنا للصبح. الفيديو ده مليان اسرار وتركات، مع احترامي الكامل لكل الشيفات. دوسوا لايك ومتابعة لفكرة وصفة مع لولو، ونقول بسم الله ونبتدي في وصفتنا. هنجيب البتنجان، طبعا الكمية ديت حسب الرغبة. طبعا انت طبعا مهما تجيبي الكمية، عايزة اقولك تحفة 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 يا بنات، وهتعتمديه وهيقعد معاكي اكتر من شهر كامل. انا جايبة هنا 2 كيلو من البتنجان. زي ما انت شفتي كده، انا شرت الحتة الخضراء اللي فوق دي. انا ما شلتهاش بالسكينه، بس كنت بقشرها بس عشان ضوافري كانت ضعيفه شويه، فشلت بس الحته الخضراء اللي قدام دي، وسبت البوزه بتاعتها اللي قدام اللي فوق دي. جبنا طبعا ميه وحطيناها في حله زي ما انت شايفة. هنعمل بقى التركات بقى، اولها المهمة هنحط ملح على المية دي، وهنحط بتاع حوالي نص كوباية من الخل، وهنحط حوالي 4 ليمونات او 3 ليمونات لو هما كبار، تعصريهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. تعصريها وتسيبي القشر بتاعها في المية كده على البتنجان زي ما انت شايفة معايا. تعصريه بايدك كده. المية دي احنا بنعملها عشان هقولك هنعمل فيها ايه بعد كده. نبدأ بس ننزل البتنجان كده شوية. هنجيب بقى معانا شوية زيت. الزيت دوت هتحسي كده ان هو مديله لمعة، وفي نفس الوقت هتحسي انك انت زي ما يكون قلياه مش سلقاه. يعني واخدة بالك التركة المهمة دي، شوية الزيت دول بيعملوا معاكي اختراع بجد. يعني هوريكي دلوقتي. بصي انا بدأت ان انا اقلب اجيب اللي تحت فوق، لان زي ما انت شايفة كده البتنجان بيعوم على الوش، فبضطر ان انا بغطسه كده. بصي هنا كان استوى. هو ما خدش معايا 10 دقايق بالظبط، او في حدود 12 دقيقة، على حسب البتنجانية بتاعتك. وطلعته زي ما انت شايفة. اول ما غلي سبته 10 دقايق، بعد الغليان 10 دقايق ل 12 دقيقة يا بنات. وتغطسي كده وتقلبي فوق وتحت عشان هو بيبقى عايم على الوش. هنا طبعا كان وصل للدرجة السوا بتاعتي اللي انا عايزاها بعد 12 دقيقة. رحت شايلاه من المية السخنة، وصفيته وحطيته بالشكل اهو زي ما انت شايفة كده عشان يبرد معايا. وركنته بس يبرد. نيجي بقى ايه للدقة بقى بتاعتنا والاختراع والتركات كلها. جبنا هنا فلفل رومي. تحطي مثلا 2 فلفل رومي. انا حطيت طبعا فلفل حامي على فلفل احمر. تجيبي طبعا معلقتين كبار كده من الثوم المهروس. نجيب ربع كوباية من الخل. نجيب بقى في حدود 5 ليمونات، 6 ليمونات، تحطيهم تعصريهم كده زي ما انت شايفة معايا كده. الليمون مهم جدا، والخل طبعا مهم جدا. ما تنسيش ان احنا برضو حطينا في المية بتاعت السليق خل وليمون. هنا كنا عصرنا بقى ال5 ليمونات بتاعتنا دي. الكمية ديت على ال2 كيلو. نيجي بقى للتوابل. احنا مش هنحط توابل كتير، احنا مش هنحط غير شوية كمون فقط لا غير. الدقة بتاعت البتنجان لازم تحط لها يا بنات ليمون، وفي ناس بيحطوا سنة الكزبرة، بس انا بحب احط كمون اللي هو مطحون. وهنحط بقى الملح بتاعنا، وندي ضربة بقى ايه، ضرب مبرح كده زي ما انت شايفة معانا في الكبة بتاعتنا. نضربه كده كويس. وتقدري طبعا عندك معلقة هريسة حطي. انا حطيت فلفل احمر حامي زيه زي الهريسة بالظبط، وحطيت فلفل اخضر حامي، وحطيت رومي طبعا. يعني نعمل ميكس كده من الفلفل الرومي على الحامي اخضر واحمر زي ما انت شايفة. وتوم، وحطينا ربع خل، ربع كوباية كده خل أو نص كوباية. وحطينا 5 ليمونات، والملح بتاعنا وشوية كمون، وضربناهم ضرب زي ما انت شايفة كده. ونزلتهم في طبق كده زي ما انت شايفة. بصي اللون خلاها عايزة اقولك تحفة بجد يا بنات، فظيعة. اعملي التركات واللي انا بقولك عليه ده بالظبط. اقسم بالله العظيم لا تاكلي شوية بتنجان مخلل الناس تحكي وتضحك عليها.
هنا بقى كان البتنجان هدي كده شوية وبرد. بصي بقى القلب الابيض احنا ما فتحناهوش، اوعي تفتحيه وانتي بتسلقيه تخرميه كده، لا انتي بتحطيه زي ما هو، ما تخرموهوش لانك لو خرمتيه هيسود منك من جوه. هنجيب بقى البتنجايه، سوري، البتنجانية، ونفتحها زي ما انت شايفة معايا كده، القلب ابيض كده، وتقومي حاشياها بقى من الايه، الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها دي. اوعى يا بنات تقفلوا الفيديو ده، لسه في التركة المهمة اللي جاية. استني معايا وشوفيها دلوقتي، هنقولها دلوقتي. ما تنسوش بس تحطوا لي لايك وكومنت جميل منكم، يسعدني، وتقولوا لي بتتابعوني منين، وتكتبوا لي برضو في الكومنتات لو احنا ممكن نضيف اضافة في البتنجان او نعمل اضافة للبتنجان. اكتبوها لي طبعا، والمرة الجاية نضيفها ونعملها مع بعض. بصي هنا انا طبعا بتملي البتنجانة مش تمليها قوي. هنا طبعا فاض معايا خلطة، جبت بتاع حوالي 4 طماطميات أو 3 طماطمات وحشيناها كده من من الدقة اللي اتبقت معايا. دي بس نعملها كده شكل ديكور، وعايزة اقولك والله كان طعمها جميل جدا. عملنا الكمية بتاعتي كلها وهنعبيها دلوقتي ونحطها نحفظها طبعا دلوقتي. حلوة نعبيها دي. انا مش عارفة في ايه. المهم نجيب طبعا حاجة اللي بتخزني فيها، علبة بتخزني فيها، ونخزن فيها البتنجان بتاعنا عشان يقعد معايا طول بقى ايه، طول ما انت بقى عايزه يعني بيحب قوي طبعا تعملي سندوتشات طعميه جنب الفول الصبح كده، فطار معاكي في الغدا، معاكي جنب شويه عدس كده، معاكي جنب، بصي ماشي معاكي جنب اي اكل. تجيبي طبعا بقى ايه، ترصي خلفي خلاف زي ما انت شايفه كده، و تحطيه جنب طبيخ مثلا، حابة تحطيه جنب أي حاجة حطيها. يمشي. بصي لو تجيبي العيش كده وتاكليه في سندوتشات كده، بيبقى رهيب لوحده كده من غير أي حاجة، مع جبنة شغال. نجيب بقى مية السلق، مية السلق دي مهمة جدا جدا يا بنات، اوعي ترميها. ونجيب شوية كده من مية السلق، نحط بقية الدقة اللي كانت متبقية، ونزود شوية ملح. طبعا احنا مش هنكتفي بالملح اللي احنا حطيناه في السليق، لازم تزودي شوية الملح ده، لانه ده اللي هيسوي معانا برضو البتنجان، ولازم يبقى معتدل. بصي انا قلبته ودقته، لقيته ان الملح لا مظبوط وكويس، انا زودت بس شوية ملح. حطيت بقى ايه المية على البتنجان، غطسي كده البتنجان كله، وغطيه بقى وحطيه في التلاجة ليلة كاملة، وتاني يوم كلي منه. باي باي.